بنلاقي على الفيسبوك مثلا لو في صورة معينة نلاقي حد او تعليق معين او خبر معين، نلاقي حد يعمل لايك ان هو عاجبه، او حد يشير ان هو ياخد الموضوع ككوبي عنده مثلا، او حد تاني ان هو يعلق من خلال التعليقات. الفكرة في ناس اول ما تدخل بتلاقي عندها صعوبة في التعامل مع الموضوع ده. انا ايه ميزه اللايك او ايه ميزه الشير او ايه ميزه التعليق؟ ده اللي احنا هنعرفه. انما الغريبه لما نلاقي حد يقول لك ايه، انا جالي 100 لايك، انا جالي 10 لايك، انا جالي تعليقات. هل اللايك يختلف عن التعليق ولا يختلف عن الشير؟ ده اللي هنعرفه مع ضيفي المدون محمد ابراهيم. اهلا وسهلا بك يا محمد. اهلا بحضرتك. شرفنا منورنا. ربنا يخليك. مبدئيا كده بنلاقي في صور موجوده على الفيسبوك، بنلاقي في تعليقات موجوده، في اخبار موجوده. انت مثلا لقيت خبر معين نشرته، انا لقيت صوره معينه نشرتها. فكره الاستجابه ما بين لايك وما بين شير وما بين تعليق، ايه رايك فيها وتقييمك ليها ايه؟ هو بص حضرتك، هو بالظبط زي ما حضرتك قلت، اللايك حاجه عجبتني بس خلاص. التعليق ممكن حاجه عجبتني فانا بقول عجبتني جدا ليه، او حاجه غلط مش عجباني. تمام. لو عجبتني جدا بعملها لايك وشير عشان بعرف صحابي ان الحاجه دي كويسه ومفيده. كويس. بمنتهى الاختصار. يعني انت مقسمه درجات. بالظبط. القوي فالاشد قوه فالاكثر قوه. بالظبط. بس فهي كده المواضيع. بالظبط. طيب هنا موضوع انا بالنسبه لي اتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ يعني انا واحد لسه داخل على الفيسبوك، بنلاقي ناس كتيره مش عارفه ازاي تتعامل مع الموضوع. هو بمنتهى البساطه، اول ما تخش هتفتح الفيس بتلاقي الصفحه الرئيسيه، بيجي لك الموضوع اذا كان حاجه مكتوبه او صوره، اللي هو الهوم. الهوم. تمام. بتلاقي تحتيه تحتيه بالظبط بتلاقي كلمه لايك. اول لما تدوس لايك بيفتح لك تحتيها كده، على حسب انجليزي او عربي. بيفتح لك تحتيها كده مربع صغير، ده بتكتب فيه اللي انت عايزه، وفي بشويه هتلاقي كلمه مشاركه. تمام. بتدوس عليها بتظبطك، يعني بتديك لاصحابك او كده. طيب بنلاقي برضو في بعض الفيديوهات بتبقى موجوده على اليوتيوب. انا يعني لو انا عايز اخدها الشير عندي، انا هاخدها شير ازاي؟ دي ليها حلين. اول حاجه اما تاخد السايت من فوق كوبي وتحطه العنوان نفسه. بالظبط، تحطه كوبي. تمام. وتكتب التعليق اللي انت عايزه، يا اما بتنزل تحت اليوتيوب بيديك مجموعه اختيارات، بتدوس على الفيس، عندك كلمه شير، بيفتح لك كذا ايقونه، انت هتلاقي علامه الفيسبوك. بالظبط، تدوس عليها. كويس. بتكتب التعليق وبعد كده بتدوس تم. بالظبط. بس انا ده الكلام ده لو انا هشير عندي. انما مثلا لو هشير على بيج مثلا او على جروب او على عند صديق، فاعتقد ان بيبقى ليه خطوه تانية في التعامل. هي بص، اصل الخطوه اللي هي تاخده كوبي. تمام. تاخد العنوان كوبي. دي طريقه. دي طريقه. الطريقه الثانيه ان في بعد ما بعمل الشير بيبقى في جزء اختيار، انا عايز اودي الفيديو ده لمين بالظبط، اذا كان جروب او صديق او صفحه. بالظبط كده. بعد كده بروح كاتب الكومنت بتاعي بس، وبعد كده تم. كويس. طيب انت كمدون شايف ان التدوينات اللي بتتم اذا كان على الفيسبوك او على المواقع الالكترونيه، شايف ان في استجابه للشباب ليها ولا لا؟ اكيد طبعا. حضرتك فكرتني بجمله دايما كنت بفتكرها، ان النت اصلا ليه اصلا ايه في حياتنا. كان اول حاجه احنا كان النت ليه في حياتنا؟ تمام. كان نوع من انواع الرفاهيه، بعد كده تحول احنا نطلع فيه الكابت اللي جوانا، بعد كده اخر حاجه اللي احنا بنرسم فيه حياتنا، بنعبر فيه عن اللي جوانا. احنا في حاجه مش عاجبانا دايما بنطلعها على الفيس او على المدونات او على المواقع. وده بيبقى اقوى رقيب على النظام او على المسؤول يعني. طيب اغرب التعليقات اللي بقت منتشره خلال الايام اللي فاتت؟ اغرب التعليقات بتبقى على محافظه الاسكندريه بمناسبه السيل والميه، وان محدش قادر بقى يعني كان في فيديو كده جميل جدا، واحد عايز يعرف الناس يا جماعه مهما كنا في ازمه احنا لازم نضحك، جيب عربيه نص نقل وراح قلع هدومه وعام في الميه. تمام. وناس تانية راحت عملت ايه؟ جابت سناره وقاعده كده اكنها بتصطاد. فاهم انت ازاي؟ ده تعليق على مدى كم الميه الموجوده. احنا دماغنا عاليه ومش فارقه معانا. كويس. طب في صور يا جماعه احنا هنشوفها على اساس ان احنا نتابع مع بعض كده ومع الشباب نشوف الامور. هي بالنسبه للصوره دي هي مناسبه ان احمد حراره كانت اول امبارح تقريبا، كانت استئناف في محاكمه قناص العيون. في ناشد حط صوره احمد حراره وجنبيها صوره القناص العيون عشان يفكر الناس ايه اللي حصل.
دي صورة من الصور يمكن بقت منتشرة جدا. دي صورة ميدان التحرير والاعتصام مع المطرة بالظبط. والجو اللي كان ساقع جدا. بتعرف ان احنا الشباب اصلا نقدر نتحمل اي ظروف مهما كانت. تمام. دي بقى بتعرف كمان ان احنا مفيش بينا حساسية بينا وبين الشرطة، وان الناس دي فعلا ناس محترمة، وان احنا قاعدين في بيوتنا متدفيين وهم مستحملين البرد وفخورين بكده عشان يحموا بس هم هنا في دور بيقوموا بيه يعني هنا. حماية احدى المنشآت تقريبا. تمام. كويس. دي الصورة دي كان تحتيها سعادة بالغة يعني بمناسبة خروج الضابط احمد شومان. محمد رضيع. وكمان في ناس تانية يعني في ضباط اخرين يعني. بس دول كان اخر مجموعة يعني. تمام. دي بقى من اروع الصور. دي كانت يوم راس السنة قدام كنيسة القديسين. كانت سيدة مصرية مسلمة شايلة يافطة طول الصوصو بطباط مصر خير. والاجمل ان برضه في نفس اليوم في نفس اللحظة ديت كان في اسرة برضه مسلمة قدام الكنيسة بتوزع شوكولاتة. كويس. يعني هل تفتكر ان الصور دي ممكن تغير من سلوكيات الشخص او تغير من معتقداته او تغير من افكاره؟ كتير جدا. وفي صورة جاية ابقى ادي لحضرتك عليها اشارة تعرفك الكلام دوت. انهي صورة؟ نشوفها دلوقتي. طيب في صورة بتاعت نسأل سؤال عايزين رد يعني. في صورة بتاعت بائع فاكهة ماشي كده وصورة افقي، فهو الراجل هو ماشي في الحمار بتاعه يعني جو ساقعة ومطرة، فقلع الجاكيت ولبسه له تمام ولبسه حاجة فوق دماغه اللي هو منتهى الإنسانية فيه. اللي هي ديت؟ لا هي بالظبط. يعني شخص بسيط جدا لكن عنده إحساس، عنده رحمة. تمام. طيب يعني الصورة دي وصورة المسلمة اللي ماسكة اليافطة اللي فيها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قدام الكنيسة، هل شايف ان هي برضو لان في بعض الناس عندهم افكار زي ما نقول ما فيهاش هدوء، يعني افكار فيها يعني شدة، هل شايف ان ممكن يحصل بعض التعديل لبعض المفكرين بهذا الاسلوب ولا لا؟ هو احنا بنحاول نتواصل مع بعض عشان انا اشوف رايي وانت تشوف رايك. يعني ايه زي ما بتقال كده ايه اسمع مني ما تسمعش عني. تمام. بنحاول نوصل بعض. فافضل وسيله هي الفيس. هو اللي يمكن الرسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا باقباط مصر خيرا فان لهم ذمه ورحما. يعني صدق رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. يعني انا اكاد اجزم ان السيده دي بتقعد على الفيس. ليه؟ اشمعنى؟ لان احنا بنهني بعض على الفيس، بنحس ببعض على الفيس، بنحترم بعض جدا على الفيس يعني. كويس. بس في صور بتحقق شعبيه ونجاح غير طبيعي بالظبط عكس صور اخرى يعني. بالظبط. عكس صوره المصري البسيط اللي هو غطى الحمار دوت، كانت مكسره الدنيا يعني، مكسره الدنيا جدا يعني. طيب والفيديوهات اخبارها ايه؟ الفيديوهات في فيديو اشهر فيديوهات اللي برضو عن كان في كده برضو رزق تحرك عليها. ده فيديو عن غزل البنات. هو الفيديو ده مش عادي شويه يعني، في كلمه ابداع فظيع يعني. الحرفيه بقى بتاعت الراجل اللي هو حضرتك انا كنت زي ما نفس الكلمه دي قلتها، بس انا لقيت حاجه ثانيه خالص، ان الراجل دوت فنان ومبدع، ان هو مش زي اللي احنا بناكله عندنا خالص. لا انت دوت هتتفرج عليه مش تاكله. بيرسم قصدك؟ يعتبر الموضوع فن يعني؟ فن وكمان فن فيه ابداع، في لمسه كده. ده مصري؟ لا ده صيني. صيني. بص حضرتك الشكل، حولها لكام؟ انا الى الان شايفها هو في الاخر حولها. طيب فيديوهات زي كده لما بنلاقي ان في الناس مهتميه بيها والناس بتتفرج يعني دي ممكن تساهم في تنميه مهارات اخرين يعني؟ يعني ممكن حد يبقى تجيله الفكره ان هو ينفعل معاها؟ كتير جدا، وكل شخص بيعملها باسلوبه. حد ممكن يعملها يغني فيها، ممكن حد يبتكر حاجه جديده، فكره جديده، والعالم مفتوح لاي حد، عالم الانترنت مفتوح لاي حد. كويس. طيب يعني احنا شايفين ده حولها الورده يعني. لا رائع يعني. فيديو زي كده انت تفتكر بتبقى نسبه الاقبال عليه على الفيسبوك وتويتر قد ايه تقريبا؟ هو حضرتك انا ممكن لا عفوا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. هو ممكن ده الفيديو ده يوصل لنص مليون. ده لونها كمان. الابداع موجود عند المواطن ايا كان.
طيب في بعض الصعوبات اللي بتواجه الشباب في الحياه، هل ممكن فيديو زي كده يغير الصعوبات دي، يغير التفكير عند الشباب، يبقى عندهم نوع من التحدي، نوع من الافكار، المشروعات الصغيره، الامور دي كلها؟ يعني انا شايف ان ده مشروع لو اتعمل على الاقل الطفل هيبقى منبهر بيه يعني. هو احنا بنطرح الموضوع مش شرط ان هو فيديو، ممكن صور بكتابات، وبتبقى يعني بتبقى حاجه يعني حاجه بتعمل شير كتير، بتعمل توعيه اكتر. فتره الامتحانات بيبقى في تفاعل فيها على الفيسبوك؟ بس هي بتبقى قليله شويه يعني. طب يعني قليله ولا؟ ما هو برضه نلاقي الكوميكس موجوده على الفيسبوك كتير بس جدا. بس هو الفيس ما بيهداش يعني. عشان العدد بيزيد يوم بعد يوم ولا ايه؟ والفيس اكتر يعني. هو احنا بنعتبره زي نادي، بنعرف نتواصل فيه، بنكلم بعض، بنتعرف على بعض، افكارنا بنعرف نوصلها لاي حد عن طريق الفيس. كويس. هنشوف فيديو تاني، نشوف صور، هنشوف صور على بخصوص المطر. ده ايه ده سايق موتوسيكل وحاطط ده جوه كيس؟ عشان من اشهر التعليقات عليها افكار الاجنبي كبسوله هوائيه مصريه. ده مصريين صح؟ اه. اصعب احساس في الشتاء، تشغل فيلم، تنام على الكنبه، تستغطى باللحاف وخلاص القعده فل، تيجي تدور على الريموت تلاقيه فوق التلفزيون. تمام. دي صوره قطه حضرتك لو لاحظت على بطنها ملفوف حاجات غريبه كده. هي دي كانت في البرازيل، كانت في مجموعه من المساجين اخدوا القط دوت قعدوا يربوه، فبيخلوا مثلا لما حد يجي يزورهم يدوا القط دوت، فالقط دوت يخش لهم، فبالصدفه كده الحارس اكتشف ان في حاجه غريبه في القط دوت، بيمسكوا لقى في موبايل وشاحن ودوت حفر. تمام. فاكتشف بعد كده ان هو بيحاول ان هو يساعد المساجين ويهربهم. القط دوت القط مدرب. بالظبط. جميل. احنا مش عايزين ننشر الصور دي بقى. ده فين ده؟ برضه في اسكندريه برضه. ده في اسكندريه؟ في اسكندريه. يا الله. ده ارتفاع الميه كانت عاليه جدا. ده اليومين اللي فاتوا كان مخليه الجو ساقع جدا يا جماعه. ده اللي انت بتتكلم بتقول ان هو دماغ عالي قوي. دماغ عالي. هو بيضيع وقت. جميل. طيب الراجل ده فكرني بالبورسعيد اللي كان معانا في التقرير اللي احنا عملناه، الراجل الصياد. بس قول لي الاحداث اللي جايه. شايف يعني في احداث كتيره بتتفاعل، ازمه اقتصاديه، 25 يناير جاي، امور كتيره جدا. هل شايف ان في تفاعل على الفيسبوك من خلالها او بسببها؟ كتير جدا. يعني في ملحوظه عاوز اقولها، ان في دعوات كتير جدا على الفيسبوك بتقول ان احنا هنستخدم العنف في يوم 25، لكن الصفحات بقى الثوريه بتقول يا جماعه لا، احنا عمرنا ما كان ده هدفنا، احنا هدفنا سلميه، ان هي تكون سلميه دايما. ده حقيقي. هو يعني لما تيجي تقول انا نازل 25 علشان تحتفل، في ناس تانية بيقول لك لا احنا مش عايزين نحتفل، احنا بنطالب بالقصاص. في ناس اخرين يقول لك لا احنا عايزين نكمل الثوره. في ناس ثالثه لرابعه يقول لك لا احنا عايزين نغير النظام. بنلاقي كلام كتير جدا بيتقال، ولكن في نهايه الامر اللي بيحدث في ساعتها في الميدان هو اللي بيفرض نفسه يعني. بالظبط. صح؟ بالظبط. لان ممكن نلاقي في ناس بتتكلم غرضها تشويه، اثاره، يعني دي بتبقى ازمه كبيره جدا. تحب تقول ايه للشباب من خلال الفيديو اللي احنا هنشوفه دلوقتي، ويمكن هو منتشر جدا على اليوتيوب؟ شوف الفيديو عشان نشوف هو هتقول ايه للشباب على الفيديو. رأيك ايه؟ في تمساح؟ لا مفيش تمساح، بيتناقشوا. ده تمساح ولا مش تمساح؟ طلعت شجرة ولا طلعت تمساح؟ طلعت. هو الأجمل بقى اللي هيحصل بعد كده. شوفوا بقى اهو، الأولاني سأل، التاني اهو خلاص ما اتعلمش حاجة. مفيش حاجة. بس هي دي أزمة كبيرة جدا. تحب تقول ايه للشباب في نهاية اللقاء كمان؟
احب اقول لهم ان دايما الامل موجود واحنا مش هنفقده، مفيش مستحيل ادام عندك ايمان. اكيد اكيد. عموما انا بشكرك جدا محمد ابراهيم، المدون، وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله، وشكرا ليك. ربنا يخليك. شبابنا ومشاهدينا في كل مكان، نقول ان من خلال الانترنت نقدر نعمل حاجات كتيره جدا، نقدر نعبر عن راينا، نقدر ان احنا نستفيد من امور كتيره جدا. يمكن النهارده هنختم بشكل مختلف، ان احنا هنختم على فيديو على اليوتيوب، وبعد كده التتر هينزل مع حضراتكم. لكن خلونا ناكد مع حضراتكم ان احنا دائما بنتواصل معاكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك، او من خلال تليفون البرنامج، او من خلال مشاهدتكم لينا ايام الجمعه والسبت والحد والاثنين الساعه 5 للساعه 6، والاعاده من 2 ل 3 صباحا. بشكركم جدا، وبقول لكل الساده المشاهدين السلام عليكم.